الفندق على الروشتة لو انت كنت ايطالي انتر كنت نكتك وشك احمر يا جدعان حد يشيل سانتا من على المايك يا جدعان. بختك مل بكره ترجعوا تعملوا راب زي الكلاب دي بقى صريحة على ويجز، بيقول له نتراك البخت خلاص شطة بالايمان قالك واحده من زمان قابلني في مكتبه سوزان بقالي حبه دي بقى صريحة وواضحة على الجوكر. تلعب بالاتاري مهما ايه يا معلم، ايه الدنيا؟ حضر بقى كوبايه شاي بتاعتك كده وتعالى معايا عشان اخوك سانتا عامل ملحمه حرفيا مش تراك، وهنفصصها وهنروق على التراك كله لان التراك مليان وجامد عامه. المهم مبدئيا كده تعالى افهمك ايه اللي حصل قبل ما نغوص في التراك. سانتا نزل الستوري دي بعد ألبوم ويجز الجديد. المقصد ان سانتا داخ بقى بعد ما سمع الألبوم والكلام ده. طلع احمد بسيوني رد عليه بستوري قال له فيها الف سلامه، يوم سانتا يسكت لا اما نزل تراك. اظن كده الصوره واضحه. يلا بينا بقى نتكلم على التراك. مبدئيا البيت اولد سكول معتق رايق قوي بجد من انتاج حسين ياسر، وانا اصلا بحب تراكات سانتا لما يكون على بيت اولد فاهمني، تبقى كلها جمدان. المهم يلا نبتدي نفصص التراك. تعب بألف الكلام بتنقل منه زي حمام ألبوماتي راب وراس بسجل على الشيت. مش عارف دي حاسسها بدايه النكش على ويجز ولا ايه فاهمني، بس هنعديها كده ماشي. ألبوماتي راب وراس بسجل على الشيت لحم الظابط أكلي بس تمام بحرف عطف خه ولمبة كل صايعة قوي دي يا نو، ودي طبعا مش هينفع تتشرح يا جماعة يعني، أظن اللي هي واضحة يعني ما ينفعش تتشرح خالص يعني. فمن الإيمان قالك واحدة من زمان قابلني في مكتبة سوزان بقالي حبة دي بقى صريحة وواضحة على الجوكر. تلعب بالأتاري مهما تكتر الماسكات انسى انك تكون جيم كاري. دي غالبا رايحة في ناحية الرابرز المقنعين والكلام ده، يعني احتمال تكون على توليت أو ترك. كون جيم كاري بختك مل بكرة ترجعوا تعملوا راب زي الكلاب دي بقى صريحة على ويجز، بيقول له نتراك البخت خلاص شطة بكرة ترجع تاني تعمل راب. في ديدان فانت تنسى يا ابن الورمة اني ابلع الكلام ده مزيج بين نسيج البانش لاين ده تقيل فشخ بجد، سيج ومزيل العرق احسن واحد رابها فيك ومش بسير الجدل من تشريك فاكت. الصراحة انا اتفق مع الراجل ده يا جدعان. بطني قلبها يعني ساعة اديك لو انت تراب وتاخد حبة من الاذاعة. دخلت الميلودي دي مرة واحدة في البيت حلوة قوي حلوة قوي يا جماعة، البيت في حتة تانية والله. شيكو حرب في اندلاع لو هترفع صبعك انسى انك تلاقي دراعك كلت الكلمة سافيج برضه سافيج سانتا. كون مباع شيل واو الجماعة ما فيناش شيء مماثل اهلا دي غالبا قصده على الرابرز اللي من اسكندرية عشان بيحطوا واو الجماعة في آخر كل فعل. يعني أفهمك مثلا بيقولوا على هنروح عندنا هنا في القاهرة، هم هناك بيقولوها نروحوا فاهم، نجيبه نعمله هكذا فاهم. مش عارف الصراحة دي قصده على مين، بس غالبا ويجز يعني لأن بابلو علاقته معاه كويسة ومع المكسيك عامة بابلو علاقته كويسة معاه. انا اسف او ياسين انا اسر بتعامل كالوزارة واخد منكم كتير نماذج. ايه يا ابن الجمدان ده، ايه الحلاوة دي جدعان، ايه التراك ده؟ الفندق على الروشتة لو انت كنت ايطالي انتر كنت نكتك وشك احمر يا جدعان حد يشيل سانتا من على المايك يا جدعان، جامد قوي 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 البانش ده. مالفيش بتبارز مين بسيفك ده انت فرخه فين الشيش عليك تراب اسمك جديد. رجع تاني ينكش ويجز، ودي تمشي حاجه من حاجتين، ممكن تبقى على الارت ورك بتاع الالبوم بتاع ويجز ان ويجز ماسك السيف فيه وبيحارب وبتاع، وممكن التانيه تكون لقطه ويجز في الكليب بتاع تنكر في اواخره كده. بس الصراحه دي بعيده يعني لان ويجز اصلا ساعتها ما كانش ماسك سيف، كان ماسك شومه. راب عشان السانتوس وحتى بالاماره تراك من غير كورس وادلبس. هنا قصده ان التراك ما فيهوش لعب كتير يعني حرفيا راب سيرف. وبس كده يا صديقي، اتمنى تكون استمتعت معايا، متنساش اللايك والسبسكرايب.